السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة في كرة مع المصري. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مباراة سان داونز، وقلت لحضراتكم مارسيل كولر لو فتح دفاعاته هنشيل نتيجة تاريخية، بحكم ان احنا يعني بنفهم كورة، بيقولوا ان احنا بنفهم كورة، وده حصل. 5-2 نتيجة مذلة لكل الأهلاوية. انا هقول رسالة، لان طبعا احنا كلنا كأهلاوية محروق دمنا. كابتن محمود الخطيب، انت اهتميت بشويه المباني اللي انت شغال عليها وسبت فرقه الكوره. هتقول لي انا جبت صفقات وجبت القندوسي وجبت مش عارف ايه والكلام ده كله، عشان الواحد دلوقتي طبعا متعصب فمش عايز يقول ايه كلام ملوش لازمه. بص يا ابو الكباتن، كفايه عليك كده، ويا ريت حضرتك تريح. يعني يا ريت حضرتك بقى ايه، تسيب مجلس الاداره، يا اما تظبط الفرقه وترجع تركز ثاني مع فرقه الكوره. شوف انت هتعمل ايه. مارسيل كولر لا يصلح انه يكون مدير فني للنادي الاهلي، وانا انتقدته كتير جدا حتى من ايام النتائج اللي كان بيعملها مع النادي الاهلي. انا قلت لكم مارسيل كولر مش مدرب ومش هينفع النادي الاهلي، وطريقته ما تنفعش مع النادي الاهلي، وطريقه الهجوم، وانت ما عندك خط دفاع كارثي. احنا ما عندناش خط دفاع. احنا اي فرقه دلوقتي بتعرف تجيب فينا جوال. لو لعبنا سيرس الليان هيجيبوا فينا جوال، مع احترامي طبعا لسيرس الليان، يعني ما اعرفش هم عندهم فرقه اصلا ولا ما عندهمش. نتيجه فضيحه. دفاع الاهلي الشناوي، كل الرجاله ما فيش رجاله، دي لعيبه عاله، دي لعيبه عاله. وانا بقول من دلوقتي مبروك للهلال السوداني الصعود وصن داونز. الاهلي خلاص كده باي باي. واحد يقول لي يا عم ده لسه في امل ومش عارف ايه، اقول له امل اتجوزت يا حبيبي وخلفت وربنا يكرمها. اللي هيقول لي لسه في امل ان احنا نصعد والجعر والبتنجان اللي احنا شغالين فيه ده، انا بقول لكم من دلوقتي مش بعيد القطن الكاميروني يكسبنا هناك عادي جدا، يعني عادي جدا. خاصة بعد الفضيحة دي لعيبة الأهلي طبعا بقى دلوقتي المعنويات مفيش، واللعيبة هتنزل مفيش برضه، والدفاع بتاعنا بسم الله ما شاء الله ممكن أي فرقة تجيب فينا جوان عادي يعني. فكده النادي الأهلي باي باي. وكويس إن النتيجة دي حصلت لحاجة واحدة بس، إن الفرقة دي خدت قلم في نفسها. اللعيبة دي خدوا قلم في نفسها. يعني ايه خدوا قلم في نفسها؟ قلم في الكوره، اللي هو انا نازل كده كده، انا الاهلي، انا اللي مش عارف ايه، انا اللي جايب 2 افريقيا، وانا اللي تالت عالم انديه، وانا اللي مش عارف ايه. فالعيال دي نزلوا ان هم ايه، كده كده في دماغهم ان هو هنكسب في اي وقت عادي مفيش مشكله. اما يدخل فينا النهارده الجول الاولاني ونرجع نتعادل مش عارفين نقفل الدفاعات. انت واقف بره بتعمل ايه يا عم كولر؟ الرجاله اللي في الملعب دول، لا مؤاخذه، اسف لتاني مره، دول مش رجاله. العاله اللي واقفين في الملعب دول كانوا بيعملوا ايه؟ انا عايز افهم. انت متعادل 1-1 خلاص، اقفل. اقفل يا عم والعب على المرتد. ما انت جبت التاني، ما بيرسي تاو جاب التاني، وكرة ايه، هجمه 1-على 1 وبتاع، وعدى دفاع صن داونز وحش. وقلت لحضراتكم اي فرقه هتقفل دفاع قدام صن داونز، دفاع صن داونز وحش، سهل جدا تجيب فيهم اجوان، سهل جدا. والهلال السوداني هيكسبهم في السودان على فكره، لان دي فرصه العمر للهلال. انا بقول لكم من دلوقتي الهلال السوداني هيدب صن داونز في السودان. صن داونز مش هيعمل حاجه مع الهلال في السودان. يا اما بقى يحصل اتفاق ما بينهم كده كده نخرج الاهلي وده مصلحه، يا اما كده كده الهلال مش هيسيب الفرصه بصراحه. خاصة الهلال السوداني بصراحة السنة دي عاملين فرقة على أعلى مستوى، محترفين وفرقة بجد، فرقة كورة. الهلال السوداني بصراحة فرقة كورة. احنا ما نستاهلش إن احنا نصعد. محمود الخطيب بجد يا تركز يا تمشي، ما تقرفناش. شغل بقى، انا عامل نادي في التجمع الخامس وعامل نادي في التجمع السادس والتجمع السابع، يا عم ربنا يزيدك. والنبي يا اخويا الفلوس اللي معاك ده يا اخويا بقت بيها لعيبه، وهات بقى جهاز فني محترم، عشان خاطر الجمهور ده اللي انت بتقول الجمهور الاهلي هو اللي مش عارف ايه وهو اللي موقف النادي. لا يا اخويا، انت حرقت دم جمهور الاهلي كله. مارسيل كولر كفايه عليك كده، كفايه عليك كده بجد. سامي قمصاني يكمل الموسم ده، ما تجيبوش مدرب اجنبي. الموسم ده ما تجيبوش مدرب اجنبي، كده كده الدوري سهل للاهلي. الدوري كده كده للاهلي، انا بقولها من دلوقتي دي سهله. فرق النقط والكلام ده كله، لا الاهلي كده كده هياخد الدوري. سامي قمصاني يكمل احسن. سامي قمصاني يعرف يظبط الفرقه دي لحد بس ما نخلص الموسم ده ونشوف الموسم الجاي انتوا هتعملوا ايه ان شاء الله. طبعا كلنا محروق دمنا والله العظيم ثلاثة، بعيدا يعني ان احنا اهلاويه بقى وزملكاويه وشغل التحفيل اللي احنا بنعمله على بعض، لان الزمالك برده قدامه مباراه جامده جدا قدام شباب بلوزداد. انا عن نفسي والله بتمنى لهم التوفيق. الزمالك برده نادي مصري، بعيدا بقى عن شويه التحفيل بقى وشويه الزملكاويه اللي مالهمش لازمه اللي بيقعدوا يحفلوا والكلام ده كله. صدقني والله لا فيش كوره في مصر ولا اهلي ولا زمالك، ولو الزمالك حتى صعد مش هيعمل حاجه، ولا الاهلي هيعمل حاجه. فخلينا صراحه، احنا ما عندناش كوره في مصر.
ده واضح النهارده، وهيبان اكتر كمان في ماتش شباب بلوزداد بتاع الزمالك الماتش الجاي اللي هو يوم الجمعه. محدش يجي يقول اصل الزمالك هيرجع بقى والزمالك هيروح هناك في الجزائر يعمل مش عارف ايه لا سيبك من الكلام ده. شويه الجمهور هناك برضه شويه الكلام ده كله مش بيقعد يشيل زي الاهلي عادي جدا، لان مفيش اصلا كوره في مصر. ده اللي اقدر اقوله النهارده. كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ارجو تكون الحلقه عجبت حضراتكم، متنسوش الدعم والاشتراك عشان يوصلوا كل جديد، وربنا يعيننا النهارده على الليله السوداء اللي احنا هنعيشها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.